بعد ثورة سقطت رأس النظام، تحل الجهاز البوليسي السياسي وتم إقالة مجموعة من القيادات الأمنية. مد الإرهاب يدون تونس وبدات العمليات الإرهابية وتصاعدت وتيرتها في بلادنا. عمليات طرحت أكثر من تساؤل وكثرت حولها التحاليل والمعلومات اللي غابت الدقة على أغلبها في وقت كانت فيها أجهزة الأمن شبه مشلولة وغير قادر على القيام بأي عملية استباقية لإيقافها النزيف. شكون يقف وراء الإرهاب في تونس؟ شكون يمول ويخطط ويوجه؟ أسئلة خامرة التوانسة الكل وغابت الأجوبة المقنعة والمعلومات الكافية اللي ممكن توصلنا للحقيقة. تونس اصبحت مرتع للمخابرات الاجنبيه. دعم من شكون؟ الفلوس قاعده تدخل في اللجان. شوف هذا امريكي يمثل جمعيه وهذا صحافي يمثل جمعيه. المخابرات ترتع في تونس كان واحد من بين الأجوبة اللي تداولوها السياسيين والمحللين والإعلاميين في محاولة للإجابة على سؤال شكون يقف وراء الإرهاب في تونس. كشفت مصادر سياسية تونسية عن نشاط موسع للموساد على الأراضي التونسية. وعلى سبيل المثال الموساد يرتع في تونس. لكن يعنيني هو مكافحة التجسس، وتونس أصبحت مرتعا للدول. لي معلومة استقيتها من يعني موظفين كبار بالداخلية يقولوا أنا موجود حوالي 300 تعاون يعني موساد يعملون بتونس منذ زمن. الصراع بين المخابرات في تونس بلغ أوجه واصبح علني. بلادك اليوم مرتع نتاع اجهزه ونتاع مخابرات، بلادك اليوم الناس تحوس تمشي كان تحب نعملوا دوره مع بعضنا، كان يهمك العمل التحقيق الصحفي يجي راهو شيء ولا على المكشوف، يجي نعمللوا دوره في نزل في البحيره نقول لك هاكا لونتير نتاع المخابرات المغربيه، هاكا هي طبعا هاكا دي جي سو تابع الفرنساي، هاي الام اي 6 اللي تابع الانجليز هاكا قاعد في الكرسي هذاك، هاو الجهاز الاستخبارات الروسي الاجنبي مستر فيكتور هاكا قاعد غاديك يسخير روحه رجال اعمال. اللي ان شاء الله يعرف معلومه يجيبها لنا لعلها تساعدنا على معرفه ما اذا كان ثم من يفكر في اختراق بلدنا، وان شاء الله ما ثم كان الخير. اغلب الناس اللي حكيت على المخابرات في اغلب الحالات كان حديثها خالي من الادله المقنعه والبراهين والوثائق. امام هالكم الهائل من التصريحات حول المخابرات اللي ترتع في تونس سائلنا بدورنا على حقيقه اللي قاعد يتقال، وبدينا البحث والتقصي حول الموضوع لعلنا نوصل لاجابه في وإلا تاكد هالكلام. العمل المخابراتي عمل اعتيادي وطبيعي بين الدول ويصير عبر اتفاقيات واضحه ومعلنه وعنده اجهزته المكشوفه والمعروفه، والحديث عن المخابرات في تونس حديث عادي وما فيش حتى مشكله. بالنسبه للعمل المخابراتي هو يتمثل في عمل جمع معلومات على كل القطاعات سواء كانت الاقتصاديه او التنمويه او العلميه او التقنيه او غيرها او الامنيه والعسكريه، وهذا في التقاليد انه كل الدول عندها في سفاراتها اجهزه لجمع المعلومات، وهذه تسمى اعمال طبيعيه. كل المخابرات اللي عندها الانترنت على الاقل لانها قريبه عليك كلها تنشط في الداخل، هذا معروف. حتى الاجهزه التونسيه تعرف هذا شيء طبيعي، اقول تقريبا شيء طبيعي، هذا تاريخيا شيء طبيعي. هل المخابرات عمل آخر غير العمل العلني والقانوني والشرعي؟ إن صح التعبير. الإجابة كانت نعم، المخابرات تنجم تتجاوز الاتفاقيات وتتحول وقتها الجوسة. ثم ما يسمى بالجوسسة، وهي جمع المعلومات بطرق غير مشروعة أو بطرق متخفية، سواء كان عبر الأقمار الصناعية، عبر المكالمات، عبر التقنيات، عبر الصور، أو حتى عبر الاتصال بأفراد في مؤسسات للدولة. فما شكون يتجسس على بلادنا وإلا لا؟ علاش وكيفاش وشكون؟ أسئلة قادنا لها البحث وقررنا النبش لعلنا نجاوب عليها. من الواضح أنه تونس أصبحت مرتعا للعديد من الأجهزة. عندنا مجموعة حجج علمية. الحجة الأولى هو جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي أمام في جامعة هارفارد الأمريكية أمام طلبة أمريكيين يقول بالحرف الواحد: أصدقائنا السعوديين والقطريين والأتراك صنعوا ومولوا داعش. الحجة الثانية مستشار الحكومة الألمانية في برنامج RT يقول: نعرف أن السعوديين والقطريين يمولون في الإرهاب والمتطرفين. الحجة الثالثة إيف بوني وهو رئيس مخابرات الداخلية الفرنسي السابق DST في مقال له في جريدة لوموند يقول بالحرف الواحد يعني عندنا مشكلة مع السعودية وقطر في تمويل الإرهاب. عندنا في تونس جملة التقطناها في حوار طويل لوزير الداخلية التونسي السابق لطفي بن جد وهو كان وزيرا، يقول: رجال أعمال خليجيون يمولون الإرهاب في تونس. شبابنا 5000 و 6000 تونسي الذين ذهبوا إلى سوريا والعراق أو ليبيا أرسلتهم أجهزة مخابرات، فتتجمع كل هذه المعلومات لتؤكد للأسف أن تونس مخترقة طولا
وعرضا. وبعد ما تبين أن المخابرات تنشط فعلا في تونس وتتجسس وتخطط وعندها أذرعها التنفيذية، بدأ بحثنا في المصادر المفتوحة وسؤالنا كان شكون الأجهزة هذه وشنية طبيعة عملها وشنية أهدافها. زوز كلمات مفاتيح بدينا بيهم بحثنا، كلمة تونس وكلمة المخابرات، هالكلمتين وحدهم كانوا كافيين للحصول على آلاف المقالات والتصاريح. وفي وسط هالكم الهائل من الحديث شد انتباهنا مقال أوردته جريدة الشروق الجزائرية في عددها الصادر بتاريخ 8/2/2015. المقال يتحدث على 4 مهام كلفت بهم المخابرات المغربية قياديين من تنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي، ومقابلهم تلتزم المخابرات ب3 تعهدات. اسم تونس ورد في واحدة من المهام ال4: تنفيذ عمليات على مستوى الحدود الجزائرية التونسية، وكانت التعهدات كالآتي: أولا تسهيل دخول والتحاق الإرهابيين بالتنظيم المسلح عبر حدود المملكة المغربية. ثانيا الدعم اللوجستي والمادي خصوصا التسلح. ثالثا تزويد قادة التنظيم الإرهابي بمعلومات استخباراتية. تكليف بمهام والتزام تعهدات. هذه حصيلة لقاء ضباط المخابرات المغربية بقيادات تنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي على حد تعبير الصحيفة ما اكتفتش بهذا، بل ألحقت المقال بوثائق قالت إنها مسربة من المخابرات المغربية. الوثيقة أفادت أنه بتاريخ 14 و15 ماي من عام 2011 وبتنسيق من فرقة العمليات التابعة للمديرية العامة للدراسات وحفظ المستندات المغربية، وبناء على طلب عميل ذكرت الوثيقة أنه يحمل رقم 6055 كاميم اس من دون ذكر هويته الحقيقية. قام 5 ضباط من قسم مكافحة الإرهاب التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المغربي بتنفيذ المهمة المشار إلى شفرتها السرية أعلاه، حيث تم الاجتماع في اليوم والتاريخ على الساعة 8 ليلا بكل من الإرهابي المسمى عبد الملك دروكديل اللي يحمل رقم 745 كاميم اس، والمدعو نبيل مخلوفي اللي يحمل رقم 798 كاميم اس، والمدعو جمال عكاشة اللي يحمل رقم 715 كاميم اس. وحسب الوثيقة اللقاء تم في فندق برستيج في نهج مارتيم في مدينة نواذيبو الموريتانية. لهنا بدأ بحثنا على سر هالوثيقة ومصدرها ومدى صحتها وساعة المعلومات اللي فيها، خاصة أنه المقال تعرض العمليات الإرهابية الأولى اللي صارت في تونس ومنها عملية الروحية. لهنا شد انتباهنا تقاطع المعلومات الواردة في الوثيقة وتصريحات وزير الداخلية في الوقت هذاك اللي قالت أنه تنظيم القاعدة وراء عملية الروحية أول عملية إرهابية بعد الثورة. استعملوه لقتل المواطنين وقتل الجيش والحرس الوطني والشرطه. توصلنا كون الوثيقة قام بنشرها ضابط سابق في المخابرات المغربية يدعى هشام بوشتي، تحرينا عليه لقينا مجموعة كبيرة من الاتهامات تحوم حوله كلها من النظام المغربي اتهموا فيها بالتآمر على أمن البلاد ونفات السلطات المغربية علاقتها وعلاقة مخابراتها بالوثيقة اللي يقول هشام بوشتي أنها مسربة من جهاز المخابرات المغربية. وأبرز المصدر ذاته أن التحريات المعتادة مكنت من إثبات أن الأمر يتعلق بدون شك بوثيقة مزورة بشكل صارخ. وأضاف البلاغ أن الأبحاث التي تم إجراؤها بهذا الخصوص أظهرت أن هذه الوثيقة المزورة تعود إلى المدعو هشام بوشتي الذي كان أول من نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأشار إلى أنه سيتم تحريك المتابعة القضائية في حق مرتكب هذا الفعل الذي يهدف إلى المس بمصداقية عمل المصالح الأمنية. حملة التشكيك هذه كانت دافع ملح للوصول لهشام بوشتي، وبعد رحلة بحث مضنية واتصالات بجهات في الداخل والخارج تمكنا من معرفة مكان إقامة السيد وتحصلنا على رقمه وبياناته على شبكة التواصل الاجتماعي وبدينا الاتصال به وتحول بحثنا في اتجاه معرفة حقيقة تورط المخابرات المغربية في ملف الإرهاب في بلادنا. بعد اتصالات وحديث مطول اتفقنا مع هشام على التنقل مقر إقامته في العاصمة البلجيكية بروكسل وبعثنا فريق الغادي. وصل فريقنا لبروكسل وبدأت رحلة البحث على هشام. الحديث مع هشام كان مطول وحكي على برشا أسرار، لكن في ملفنا هذا باش نقتصروا على اللي يخص الوثائق المسربة من المخابرات المغربية وحقيقة الكلام اللي جاء فيها. الوثائق يعني اللي تم التسريب ديالها، يعني أنا ماشي هو المصدر ديالها، يعني باش نكونوا باش نحط المشاهد الكريم في الصورة. أنا فقط يعني الشخص اللي تلقى هذه التسريبات يعني من جهات، يعني جهات خاصة بمصادري، لأن ليس كل ما يعرف يقال، ولكن مدى صحيتها فالوثائق يعني وثائق يعني أصلية ومن ضمن يعني الأحداث اللي جاوا في الوثائق اللي تناولتهم الوثائق يعني يطرأوا
الساحه يعني. الوثيقه اللي نشرتها الشروق الجزائريه ما هيش الوثيقه الوحيده اللي يملكها هشام. السيد يملك وثائق اخرى عن عمليات ومخططات تحت رعايه جهاز المخابرات المغربيه. الوثيقه الاولى خلاصه تقرير استخباراتي تم ارساله الى مستشار الملك للشؤون الامنيه بتاريخ 11 مارس 2015 يتهم فيه المخابرات المغربيه بالتنسيق مع طرف ليبي وجماعه انصار الشريعه في تهريب السلاح لتونس. وفيما يلي نص الوثيقه تحت الاشراف المباشر لمعالي مستشار الملك في الشؤون الامنيه وبامر من السيد المدير العام تنفيذا لاوامركم المطاعه اشاره للموضوع اعلاه. توجه المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني رفع التقرير رقم 65482 ميم تا دل ميم المتعلق بالاجتماعات السرية اللي تعقدت بتاريخ 8/3/2015 بمدينة الصخيرات بحضور كل من السيد ياسين المنصوري مدير عام مديرية الدراسات وحفظ المستندات والسيد صالح المخزوم والسيد عبد المجيد غيف. وبناء عليه تم الاتفاق على تسهيل عملية تهريب السلاح عبر الحدود الليبية إلى تونس. الصفقة 014875 تا خا التزم الجانب العسكري الليبي في شخص ضباطه الذين حضروا الاجتماع مع عملائنا من جماعة أنصار الشريعة الآتية شفراتهم السرية في القائمة المرفقة أسفله لتنفيذ مهمة التوتر الدائم 1 تونس. تسريب السلاح لا الجزائر ولا تونس يعني كانت صفقات يعني تبرمت يعني في المغرب يعني في لقاء الصخيرات يعني كان المباحثات الليبيه في الصخيرات اللي كان يترأسها ياسين المنصوري اللي هو المدير الاستخبارات الخارجيه يعني لاجيت المخابرات العسكريه. هشام حكى لنا على معطيات على درجه عاليه من الخطوره واتهم المخابرات المغربيه بالتنسيق مع خالد حمادي الشايب المكنى بلقمان ابو صخر لتنفيذ خطه اولى لاغتيال شخصيات سياسيه في تونس. وتقول الوثيقه انه تم تغيير الخطه وتوجيهها نحو تنفيذ عمليه باردو. ومدنا بالوثيقه وفيما يلي نص الوثيقه الموضوع إشعار قيام بمهمة 241 تا ميم توجه مصلحة تنفيذ العمليات المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. اختار معاليكم أنه تم تحديد ساعة 0 لتنفيذ مهمة 241 تا ميم التوتر الدائم 1 على التراب التونسي وأنه بتاريخ 6/3/2015 تم لقاء جميع عملائنا بجماعة أنصار الشريعة حمادي خالد الشايب كعين بمدينة زليطن الليبية حيث تم دراسة خطة التنفيذ من أجل القيام بعمليات اغتيال شخصيات سياسية وعسكرية تونسية. أنه بتاريخ 14/3/2015 تم تغيير استعجالي في خطة التنفيذ بعدما تلقت هذه المصلحة عين إخبارية هامة من جهاز التجسس الخارجي التابع لميم دل حاميم الإخبارية عدد 88710 تا خا ميم دل حاميم أنه بتاريخ 15/3/2015 تم لقاء استعجالي جمع العميل 01483 ميم تا جيم بحمادي خالد الشايب كعين بمدينة بنقردان في تونس حيث تم اختاره بتغيير الخطة مع التعليمات الاستعجالية التي تفيد استهداف مجلس النواب التونسي والمتحف الوطني بمدينة باردو. أنه بتاريخ 18/3/2015 حدد كساعة 0 للقيام بالعملية. كان لقاءين يعني كانت الخطة الأولى يعني تونس واحد يعني التوتر الدائم تونس واحد يعني كانت يعني تقتضي يعني أولا اغتيال شخصيات مدنية وعسكرية وسياسية. بعدين يعني وقع اللقاء يعني في بنقردان على ما أظن على ما جاءت به الوثيقة. بنقردان كان اللقاء الثاني معه اللي تأجلت يعني الخطة الأولى وأعطوا تعليمات استعجالية للخطة الثانية اللي تاع بوردو. إرهابيين اقتحم المتحف مسلحين بسلاح كلاشينكوف و4 مخازن وقنابل يدوية وأحزمة ناسفة. تولي إطلاق النار بطريقة عشوائية لمدة 4 دقائق
بمأوى المتحف باتجاه حافلات سياحية أسفر عن وفاة 8 سواح في مرحلة أولى وعدد 12 سائحا في مرحلة ثانية داخل المتحف. من خلال الأبحاث أن أغلب العناصر كانت تنتمي إلى ما يسمى بتنظيم آثار الشريعة المحظور وإثر الضربات الموجعة. لهذا التنظيم وتفكيكه بايعت هذه العناصر ما يسمى كتيبة عقبة ابن نافع الإرهابية المتمركزة في الحدود الغربية التونسية الجزائرية. مجموعة بتاع الموقوفين باش يحالون إلى العدالة في هذا اليوم. معلومة وكلهم تونسيين الموقوفين. في المجموعة التي هي بحالة فرار وما نجمش نعطيك العدد نتاع الأشخاص المحالين بحالة أو الواقع تتبعهم بحالة فرار حفاظا على سرية الأبحاث. ثم جنسيات، ثم جزء مغاربة. وثيقة ثالثة حصلنا عليها ما تقلش أهمية وخطورة على اللي سبقتها. الوثيقة تتعلق باتهام المخابرات المغربية بالإشراف على تدريب مجموعة من أنصار الشريعة وإعدادها لاستهداف الفنادق والأماكن السياحية في مدينة سوسة. أنصار الشريعة عندهم علاقة بما أنها تتواجد في الأراضي الليبية، والوثائق يعني ذكرت بالحروف الرمزية الاستخباراتية أنصار الشريعة. يعني كان تنسيق عبر عملاء يعني في الجامعات الإسلامية، وهذا معروف على الجهاز الاستخباراتي المغربي أن له عملاء يعني في الجامعات الإرهابية من أجل أغراض يعني استخباراتية. وفيما يلي نص الوثيقة الموضوع خلاصة التقرير عدد 94287 ميم 15/4/06 تحت الإشراف المباشر المعالي مستشار الملك في الشؤون الأمنية وبأمر من السيد المدير العام. توجه هذه المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني رفع التقرير رقم 99465 ميم تاد الميم والمتعلق بالإشراف على التدريبات بمعسكر آشا على التراب الليبي بتنسيق مع عملاء هذه المديرية العامة عملاء ميم دل حاميم 18 وطبقا لعملية التوتر الدائم 1 التي تقتضي تدريب مجموعة 48 آشا تاء عسكريا، وبما أن تقرير مصلحة تاء ميم رقم 6401 تاء عين بتاريخ 10/4/2015 يشعر من خلال عملائه أن المجموعة السالفة الذكر على استعداد لتنفيذ المهمة. بناء عليه أن مصلحة تنفيذ العملية التابعة لهذه المديرية العامة وبتنسيق مع ميم تاء ميم دل حاميم تقترح ما يلي: تنفيذ مهمة 749 تاميم التوتر الدائم 1 سوسة في شهر يونيو 2015 استهداف السياح الفنادق والأماكن السياحية. كان الإرهابي تنقل ودخل إلى النزل نزل إمبريال في سوسة، ودخل عنده سلاح ملفوف في مظلة شمسية، وكيف وصل على مستوى الشاطئ لنزل إمبريال أخرج الكلاشينكوف نتاعو 38 منها قتيل و36 جريح. أمام التهم الاختيار الموجهة للمخابرات المغربية رفعنا مراسلة لسفير المغرب في تونس للرد، وجاوبنا في مكالمة هاتفية أنه كان يتمنى لو تعرف علينا في مناسبة أفضل، واعتبر الرد على الاتهامات هذه خارج على مشمولاته ونطاق مهام. سألنا على السبب اللي يدفع هشام لتسريب مثل هالوثائق على بلاده. هشام رد زاد على اتهامات وزارة الداخلية المغربية ليه بالخيانة والتآمر على بلاده. قضية الخيانة فهو كما معروف يعني جميع الأنظمة الدكتاتورية كل إنسان سوي يريد يعني انتقاد هذه الأنظمة إلا وتوجه له أضرار من تهم الخيانة، أما النظام ينعتون بما يشاء، فمرحبا بالخيانة إذا كانت في انتقاد نظام دكتاتوري. في آخر حديثنا توجه هشام بوشتي برسالة للقضاء الدولي والتونسي وقال إنه مستعد للمثول أمام السلطات التونسية في حالة توفير حماية. يعني كان نطالبوا احنا يعني القضاء الدولي يفتح تحقيق في هذه المسائل، لأننا اليوم كنشاهدوا يعني استمرارية في هذه الأعمال الإرهابية. أنت مستعد إلى إدلاء بأقوالك في تونس؟ أنا مستعد بطبيعة الحال، أنا مستعد بطبيعة الحال بإدلاء شهادة للقضاء التونسي بشرط أن تكون هناك حماية دولية.
حمايه دوليه، يعني لا يمكن ان ننزل الى تونس وتسلم لي المغرب. هذا غير مقبول. استعدادك موجود؟ لا، استعداد موجود. طيب. المخابرات المغربيه واش هي مستعده؟ هذا السؤال طرح على المخابرات المغربيه. اما انا يعني جميع اوراقي مفضوحه، ما كتعاملش بخفاء. جميع الاحداث والتواريخ والشخصيات اللي تم ذكرها في الوثائق صحيحه ومتطابقه مع الواقع. اول عمليه ارهابيه صارت في تونس قامت بها القاعده حسب تصريح الداخليه التونسيه، وهذا ما يتناقضش مع الوثيقه الاولى اللي وردت في الشروق. لقمان ابو صخر مسؤول حسب الوثيقه وحسب وزاره الداخليه على عمليه باردو، تهريب السلاح في ليبيا وتدريبات انصار الشريعه وتورطها في الارهاب. معلومات باتت مؤكده ايضا. الدقه في المعطيات والاحداث والشخصيات يدفعنا للتعامل بشكل جدي مع الوثائق هذه والتاكد من صحتها، وهذا يشترط عرضها على خبير. لكن هشام أعلمنا أثناء تسلمنا الوثائق إنها نسخ مطابقة للوثائق الأصلية الموجودة في أرشيف المخابرات المغربية، ولهنا يبقى على السلطات الأمنية والقضائية في تونس التحري حولها وحول المعطيات الواردة فيها.